السلام عليكم. نهاية الدربي العاصمة النادي الأفريقي والترجي بالتعادل 0-0. الحقيقة النادي الأفريقي كان خصوصي في الشوط الثاني كان أفضل من الترجي، كان يستحق الفوز. الترجي الشوط الأول الترجي صحيح استحوذ. هكا اللي عمل الترجي هو الاستحواذ. الترجي الشوط الأول استحواذ صحيح، استحواذ النادي الأفريقي ما شدش برشا كورة، ولكن استحواذ عقيم. ما جبت حتى فرصة، ما ماش فرصة كل يذكر عليها للترجي. كل يشوف منها فرصة لا، ما حتى فرصة. الميتون الأول الميتون الثاني الكلوب بدات ضاغطة، كانت تستحق صراحة بونتو. من بعد جت اللقطة تاع الفار، الحكم رجع الفار ركلة جزاء. كالعادة ضربة جزاء للترجي. ينفذها الدانو ويشدها مهيب الشامخ. مهيب، برافو يا مهيب، يثبت انه حارس ممتاز. الماتش الاخراني الملعب التونسي كان عمل مباراة ممتازة. اليوم يتصدر ركلة جزاء اكيد باش تعطيه دفعة معنوية كبيرة لمهيب الشامخ. يشدها مهيب، برافو يا مهيب. والنادي الافريقي بعد ركلة الجزاء طلعوا عالي. الحقيقة نقولوا احنا في 15 دقيقة الأخرانية لكلوب افريكان في الهجوم والترجي في الدفاع، ما يضغطش حتى حد. هذاك هو الافريقي. انا حسب ضيعت الانتصار للاسف صراحة. تو يقول قائل، قال حتى البلايلي ويانساس ما يكونوش موجودين ما تنجمش تربح. راهو حتى النادي الافريقي فيليب كين زومبي وبلال ايت مالك وانت ما نجمش تربح. وما تنجمش تربح قدام جمهور 27,000 متفرج ولا أكثر. ما تنجمش تربح. شنو ما تنجمش تربح لكلوب أفريقيا أمام جماهيره العارضة. النادي الأفريقي للأسف صراحة حبينا الانتصار، جاتنا فرص، جاتنا أقل شيء 3 فرص تاع بونتو. الترجي ما جابش حتى فرصة بخلاف بياتي. الله غالب، حظ موفق النادي الأفريقي. بالنسبة للحكم، الحكم اليوم عمل فضايح صراحة. يعني ما فهمتش النادي الأفريقي علاش يحبوا التحكيم التونسي صراحة. اليوم زوز ضربة جزاء واضحين ما عطاهمش. وجي يعني بلنتي للترجي، يعني ما نفقوا يعني اعطاء بلنتي غريبة. يعني زوز بلنتي واضحة، يعني الأولى واضحة هذيك. الثانية كيف مرياح فيدو، وقبل ساعة الجزاء الترجي ما يدوش مرياح قبل شد كورة بيدو. هذيك وين المخرج في ما عندهاش. مريح مس كورة بيدو، مسها كورة بيدو، راه مسها بيدو، ايدو فوق، هو جت في ايدو. لا تو عداه. لو جبت أسامة السيد يا سيدي هاي ضاعت الترجي، ضاعت ضربة الجزاء. النادي الأفريقي تعادل ثالث على التوالي ما يعجبش. ولكن صراحة بالغياب اللاعبين بالمباراة الأخيرة ما كانت مستوى كبير، وهي نقطة مترضينيش صراحة. ترضي الترجي أكثر من النادي الأفريقي. يعني كي نسمع تصريحات لاعبين الترجي نعرف أن الترجي راضي بالنقطة، نقطة عادل صراحة. قبل تو بالنسبة للجمهور، الجمهور اليوم أبدع، جمهور كالعادة مبدع. يعني صراحة ملا عندك، ملا جمهور عندك النادي الأفريقي جمهور غير عادي صراحة. ما تحكي لي حد شيء، النادي الأفريقي أقوى جمهور في تونس، من أقوى الجماهير في أفريقيا. يعني بصراحة ما تقول لي حتى فريق عنده جمهور خير من الأفريقي، لا، الأفريقي أقوى جمهور صراحة. يحب اللي يحب ويكره اللي يكره. اليوم تعادل توجع يعني، خاصة الفرص، كل الفرص اللحظات الأخيرة. الله غالب. إن شاء الله مباراة الجاية ورب الباجي نختموا نهاية مرحلة الذهاب. إن شاء الله لازمها انتصار، يعني ما فيش كلام في باجة. نادي فريق متابع الانتصار وكاو، يعني تعادل مش خايبة، ما بالطبيعة ما ترضيناش. ولكن هم بقينا الثانيين وحدنا. يعني الملعب التونسي خسر الاتحاد من قدام 1-0، يعني حاجة باهية مع النادي الأفريقي في الثانية وحيدة بعد عن طريق 3 نقاط. يعني مو في حد شيء، مازال المقابلات. إن شاء الله النادي الأفريقي يحسن من روحه. صراحة ما فماش خطورة كبيرة من الترجي اليوم. قلت لك النادي الافريقي كان خير من الترجي، خاصة كان قريب النادي الافريقي من يسجل هدف
ثلاثة فرص واضحين: تابونتوات، المسماري، شواد رغم متسلل. وقت بديت الشوط الثاني حمزة بن عبد تاع الراس. آه فرص يعني للأسف ما سجلناش. ولكن إن شاء الله النادي الأفريقي يعوض في المقابلات الجاية. عنا تراف تو نكملوا مع باجا، وبعد من فوزي بن يشوف الإفكتيف متاعو. انتدابات أكيد ضرورية، انتدابات ميركاتو الشتوي، والنادي الأفريقي إن شاء الله بخير. أصبح عندنا 28 نقطة بعد 3 نقاط على الترجي، هم عندهم 31 واحنا 28، وملعب التونسي وملعب التونسي 27. ان شاء الله كما قلنا الحظ موفق للنادي الافريقي. وختام نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.